انا امبارح بحضورنا في مباراه الزمالك. الحقيقه هو الواحد بقاله فتره كبيره جدا ما راحش من 2009 ماتش مصر والجزائر، الماتش الشهير، ماتش صعود كاس العالم، وجون عمرو زكي في الدقيقه الخامسه، ثم متعب في الدقيقه 87، والذهاب لماتش فيصل في ام درمان، ولكن ربنا ما وفقش يعني. ومن ساعتها الواحد ما راحش الاستاد. احداث سياسيه حصلت في البلد، وبعد كده الكوره بقت في حاله ما تستدعيش ان الواحد يروح الاستاد. بعد 17 سنة الواحد بيروح الاستاد لمباراة مع جمهور جزائري برضه بالصدفة. الواحد يستمتع بتشجيع اخواتنا الجزائريين، وكانت مباراة صعبة على نادي الزمالك. تأخير هدف الحسم وعدم احتساب هدف عدي، كلها عوامل أخرت الإبداع في الماتش، وخلت لعيبة الزمالك في حالة من التنشنة شوية. لكن الحمد لله على الصعود، والواحد كان وشه حلو عليهم عقبال النهائي إن شاء الله. استمتعنا بالاداء بتاع الوايت نايت والتجهيز بتاع الدخله والمجهود المبذول الشديد منهم. ساعات وساعات قبل اللقاء بيجهزوا للدخله وبيجهزوا تنسيق مع الجهات الامنيه، الشكل العام للملعب، كلها مجهود مشكور للوايت نايت. حتى بالختام مع طارق حامد اللعيب القلب الاسد الديفندر التاريخي لنادي الزمالك، كل جماهير الزمالك حيته وحبت تودعه في تكريم لنهايه مشواره الكروي. كلها حاجات ايجابيه امبارح في ماتش الزمالك. انا شخصيا استمتعت بالعوده للاستاد بعد كل السنين الطويله دي، ونتمنى ان شاء الله نبارك للزمالك في النهائي او في بطوله الدوري كمان باذن الله، لما يعتمد جمال اللي يستاهل كل الخير. خصوصا حتى الاداءات ما كانتش حلوه مع المباراه امبارح في عدد كبير من اللاعبين، ولكن ان شاء الله في النهائي يكونوا كلهم جاهزين وفي مستوى كبير ان شاء الله. ناصر منسي، فتوح، عبد الله السعيد، كله اللي ما كانش كويس امبارح يبقى كويس في النهائي ان شاء الله.